ازاي تعمل فيلم حلو وفي نفس الوقت تكلفة بسيطة؟ ازاي تعمل قصة بسيطة وحلوة وتموت من الضحك؟ ازاي تجيب قصة حزينة وبائسة وتموت من العياط وتحطها وسط قالب كوميدي يموتك من الضحك؟ ازاي تعمل فيلم ثقافي؟ فيلم ثقافي، فيلم من بطولة أحمد رزق وأحمد عيد فتحي عبد الوهاب، موسيقى خالد حماد، وتأليف وإخراج محمد أمين. قصة الفيلم بتدور حوالين 3 شباب بيدوروا على مكان يتفرجوا فيه على فيلم ثقافي، وبيقابلوا نحس غريب في إنهم مش عارفين حتى يتفرجوا على أول ربع ساعة من الفيلم. الأحداث طبعا كلها بتدور في قالب كوميدي، لكن زي ما احنا عارفين إن القصة الأساسية هي قصة حزينة. إزاي أنت بقى تجيب قصة حزينة وتحطها في قالب كوميدي يموت من الضحك؟ وهي دي الخلطة العجيبة اللي عملها فيلم ثقافي. فيلم ثقافي نزل سنة 2000، وما أدراك بقى سنة 2000 يعني الناظر، بلية ودماغه العالية، هلو أمريكا، شجيع السيما، وشورتو فانلة وكاب، يعني ممثلين تقال قوي نازلين قدام ممثلين كانوا يعتبر في بداية حياتهم. فيلم ثقافي أول ما نزل ما خدش النجاح اللي هو عليه دلوقتي، لكن كان فيلم مقبول وكانت الناس حباه. طيب إيه بقى اللي يخلي فيلم ثقافي هو فيلم محبوب ولحد دلوقتي أنت ممكن تتفرج عليه وتضحك ويعجبك الفيلم؟ ويمكن أقول إنه أحسن من أفلام كتير قوي نزلت السنين اللي فاتت. فيلم ثقافي يعني ازاي تعمل فيلم حلو؟ اول حاجه القصه. بالنسبه لي انا اهم عنصر في الفيلم هو عنصر القصه. القصه بتتكلم عن ايه واحداثها ازاي وانت بتحكيها ازاي. وزي ما انت شايف القصه بسيطه، 3 عايزين يتفرجوا على فيلم ثقافي، لكن الاحداث بتمشي ازاي؟ الصعوبات اللي بيواجهوها، الاماكن اللي بيروحوها والابواب بتتقفل في وشهم، ازاي تطلع كوميديا موقف من الفيلم، ازاي تضحكني وفي نفس الوقت ما تضحكش على عقلي، ازاي يبقى عندك كاست ممثلين رغم ان الفيلم كوميدي وساخر الا ان كلهم بيمثلوا بمنتهى الجديه، والجديه دي هي اللي بتخليك تضحك. عملت ايه؟ عزيته يا فرحتي. المهم خدت من المفتاح؟ ما نفعش. ايه؟ شكله متضايق من حاجه. فيلم ثقافي بيضرب المثل لازاي تطلع ضيف الشرف. يعني ايه ضيف شرف؟ مش يجي عشان انا جاي اجامل، لا انا جاي وهظهر في دور حلو وهضحكك وهمشي. وطبعا ضيوف الشرف في الفيلم ده ما اكترهم: ابراهيم يسري، سامي العدل، رجاء الجداوي، يسرى، وفي منهم كتير. طبعا ضيف الشرف الاهم واللي ما طلعش تقريبا غير في الفيلم ده بس استاذ برايس. العيب مش فيكم، العيب في النظام. اتكلمنا عن جانب التمثيل، نتكلم بقى عن جانب الموسيقى. شغل لي يا ابني موسيقى. موسيقى ايقونيه طبعا بتستخدم في الميمز وفي الفيديوهات لحد دلوقتي زي ما انتم شايفين. والموسيقى الناجحه هي الموسيقى اللي انت تسمعها وتعرف من اول 5 ثواني دي موسيقى فيلم ايه. شاوت اوت خالد حماد. لطفي لبيب، انا ازاي نسيت لطفي لبيب في ضيوف الشرف؟ كنت طالع ايه اصلا يا اسطى لما كان بيقول لها تضيف الاتش او 21 ويسخن يولع. اللي انا عايز اقوله انك مش صعب انك تعمل فيلم ناجح ويعيش. كل اللي عليك انك تجيب قصة ليها هدف، تحطها في قالب كوميدي او اكشن او دراما، وتجيب ممثلين كويسين، تجيب مخرج شاطر، وتجيب كرو متميز قوي في شغله، تكون عندك قصة حلوة وتحكيها بشكل خفيف، وبس هتعمل فيلم ثقافي. حظهم كان وحش. تفتكروا من حقهم يحلموا ان بكره يبقى احسن من امبارح؟ مش مع الشريط طبعا، ما انتوا فاهمين.